تخيل لو قلتلك إن الملك اللي وحد مصر كلها دفع تمن رهيب محدش يتخيله. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في زمن بعيد مصر كانت أرض مقسومة، الشمال في وادي والجنوب في وادي تاني خالص. الفوضى كانت في كل مكان، والدم كان بيغطي أرض النيل بسبب الحروب اللي ما بتخلص، لحد ما ظهر ملك عظيم اسمه مينا. كان عنده حلم واحد بس، إنه يخلي مصر قلب واحد. مينا ما كانش مجرد ملك، ده كان محارب قلبه أقوى من الصخر. جمع جيشه وبدأ رحلة التوحيد الصعبة، معارك ورا معارك وتضحيات تهد جبال. لكن المعركة الحقيقية ما كانتش بسيوف، لكن كانت صراع مع قوة قديمة وغامضة. الكهنة كانوا عارفين سر خطير، إن توحيد الأرضين محتاج تضحية أكبر من مجرد الدم في المعارك. قالوا لمينا إن في عهد قديم بين حكام مصر والقوة العظيمة اللي بتحكم الأرض. العهد ده بيقول إن الملك اللي يوحد التاجين لازم يقدم قربان غالي قوي. مينا افتكر إن القربان ده ممكن يكون كنوز أو أراضي، لكن الحقيقة كانت أصعب بكتير. في ليلة النصر الكبير وبعد ما لبس التاج المزدمج، اكتشف مينا التمن الحقيقي. القوة القديمة طلبته بأكتر حاجة بيحبها، مش تاج ولا مملكة، لكن حاجة من دمه. في اللحظة دي كان لازم يختار بين حلمه بمصر الموحدة وبين قلبه اللي هيتقطع. محدش كان يعرف إن الخيانة جاية من العهد القديم نفسه، وإن النصر ليه وش تاني مظلم. مينا بص للسما وحس بحجم المسؤولية اللي على كتفه. دي مش مجرد مملكة، دي روح مصر. النقوش اللي على جدران المعابد القديمة بتحكي عن عظمة مينا، لكنها خبت الجزء الأصعب من الحكاية. بتحكي عن الملك اللي وحد الشمال والجنوب، لكن ما بتجيبش سيرة التضحية اللي كسرت روحه. الناس شافت التاج المزدوج رمز للقوة، لكن مينا كان شايفه رمز للألم اللي شايله لوحده. ده كان تاج من ذهب، لكنه كمان كان تاج من دم. مينا علمنا إن العظمة ليها تمن، وإن أعظم الملوك هم اللي بيضحوا بأغلى ما عندهم. هو موحد القطرين، البطل اللي بنى أساس حضارة عظيمة، لكنه كمان الإنسان اللي دفع التمن كامل. حكاية مينا مش مجرد تاريخ، دي درس في التضحية والقوة الحقيقية، إنه عشان تبني حاجة عظيمة لازم تكون مستعد تخسر كل حاجة. وهنا خلصت حكايتنا، هشوفكم تاني إن شاء الله.